ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض شوربة العدس. والفيديو النهارده يا جماعة مميز جدا جدا بالنسبة لي، لاني ماما هي اللي عاملة العدس النهارده. انا طلبت منها تعمل لي العدس بصراحة، لان طريقتها حلوة جدا جدا ومميزة، ومهما حاولت اعمل نفس الطريقة مش عارفة بتطلع برضو العدس بتاعها طعمه ألذ. ربنا يبارك في صحتها يا رب. فبجد لون وطعم وقوام حاجة كده تحفة بصراحة. يعني يا جماعة اللي سمى العدس كهرمان أكيد كان قصده على وصفة العدس التحفة بتاعة أمي. هنتكلم عنها النهاردة بالتفصيل وأقول لكم كل التريكات والحركات. عندي هنا كوبايتين عدس مغسولين، وجزر 3 حبات جزر كبار، 5 حبات طماطم، و3 حبات بصل وسط، وراس توم. التوم هنا هنستخدم نصه، هنحط نصه الأول مع العدس وهو بيتسلق، والنص التاني هنعمله في الطشة بتاعة العدس. لو شايفين كمية التوم دي كتيرة ممكن نقللها شوية. الناس اللي متحبش التوم، الناس اللي عندها قولون، ممكن نقلل شوية كمية التوم دي. بس طبعا هنتكلم النهاردة عن القيمة الغذائية للثوم والبصل وكل الحاجات اللي ممكن تخفف من نزلات البرد في فصل الشتاء العظيم اللي احنا داخلين عليه ده. هنتكلم عن نصايح مهمة جدا جدا النهاردة في الفيديو، ان شاء الله بإذن الله تعجبكم. حطينا كل المكونات على بعض هنا، وهنبدأ ان احنا نحط العدس على النار. كل المكونات دي طبعا هتتسلق وهتستوي معايا كويس جدا. حطها زي ما انتم شايفين كلها كاملة من غير تقطيع ولا اي حاجة، قطعت الجزر بس. هنحطها على النار تغلي. هنا بعد ما غليت حوالي تلت ساعة، اتأكد ان الجزر استوى، اتأكد ان الطماطم استوت، كل المكونات استوت. هشيل القشرة بتاعة الطماطم، لان طبعا وجود القشرة ديت هيسبب طعم مش كويس، وهيبقى برضو القشرة بتاعتها موجودة وباينة في العدس، فانا مش حابة ان يبقى في اي الوان مش ظريفة يعني. فهنشيل هنا القشرة، بتشيل بكل سهولة طبعا بعد ما الطماطم تستوي. هجيب بقى هنا هاند بلندر وابدا اضرب العدس كويس وانعم كل المكونات كويس جدا جدا. دي خطوه مهمه جدا برضه يا جماعه. طيب افرض انا مش عندي هاند بلندر، اعمل ايه؟ اقول لكم انا هنجيب مكعبات التلج ونحطها مع العدس. طبعا هو قوام العدس ده تقيل جدا، احنا هنخففه دلوقتي، فالتلج مش هيعمل معايا اي مشكله، لان ممنوع ادخل اي حاجه سخنه خليها تتفاعل مع بلاستيك. فطبعا شاشه في الخلاط بلاستيك، ولما نحط العدس وهو سخن مولع كده ده غلط جدا وخطر جدا جدا على الصحه. فاحنا نحط مكعبات تلج تبرد العدس بسرعه، ونبدا ان احنا نضربه في الخلاط لو ما عندناش وقت. لو عندنا وقت ممكن نسيب العدس يبرد براحته. طبعا هنا عندي الزبده. ماما متوصيه بالزبده يا جماعه، معلقه زبده عملاقه هنحطها، وهنبدا ان احنا نعمل الطشه بتاعتنا. ده التوم اللي احنا فرمناه، وهنقلب بقى الطشه بتاعتنا الجميله ديت. العدس بتاعي طبعا بيغلي على النار، شايفين القوام؟ انا زودت طبعا كوبايتين ميه كبار على العدس بعد ما ضربته. بالنسبه للقوام يا جماعه اختياري، عايزين يبقى تقيل عايزين يبقى خفيف، طبعا براحتنا. هنا بقى الخلطه السريه بقى: شويه ملح عليهم كمون وكزبره وفلفل وشطه. دي خلطه ماما بتعملها بتحطها على الاكل دايما، بتخلي طعم اي اكل بصراحه حلو جدا جدا. ميكس كده ما بين كل التوابل. شايفين اللون يا جماعه؟ رائع رائع بجد. اللي طبعا التوم ما نخلوش هنا يبقى لونه غامق، اول ما يبقى ذهبي بالظبط على طول نطلع نحط الطشه على طول على العدس، علشان لما لونه بيغمق بيمرر الاكل طبعا. هنجيب بقى هنا ايه شويه عدس بقى، حركه الامهات دي، شويه عدس على الطاسه بتاعه التوم، وناخد بقى كل البهاريز بقى وكل الزبده، وما نخليش حاجه في الطاسه خالص. انا كان نفسي ادوق العدس ده بصراحه يا جماعه، لان انا ما دقتوش. انا اتعمل لي الفيديو واتبعت لي، واخواتي هم اللي داقوا بقى وقالوا بقى الطعم عامل ازاي بس من ورا الشاشات. كده العدس بتاعي بقى جاهز، هخليه بعد الطشه يغلي غلوه واحده بس على النار، وكده يبقى تمام جاهز معايا. نغرف بقى. طبعا اللون مش قادره اتكلم عن اللون، هو كهرمان كهرمان يعني بصراحه. زي ما اتفقنا القوام تقدري تقلي عن كده، تقدري تخففي عن كده، زودي ميه براحتك زي ما تحبي، وبعدين ظبطي الملح. حته زبده بقى، طبعا الزبده هنا مش سايحه لان العدس سخن جدا وهو اللي هيسيحها. طبق يا جماعه بياخدك لعالم تاني، شويه زبده بلدي بقى مع العدس السخن ده في الشتاء، اجواء شتويه رائعه. طبعا هنا الليمون يا جماعه ديكور عشان التصوير وكده يعني، بس احنا منحطش ليمون على العدس. وبألف هنا وشوفها، تسلمي ايدك يا ست الكل.
لو انت اول مرة تشوفني، انا دكتور سارة عبد العاطي، ودي اول قناة طبخ عربية بتقدم محتوى علمي شيق وممتع ومفيد جدا لكل افراد الاسرة عموما وللام خصوصا. ده الفيديو رقم 24. اتكلمنا في 23 فيديو قبل كده عن التغذية الصحيحة لمرضى السكر وأساسيات التغذية الصحيحة للطفل، وإزاي أدخل بدايل بشكل ممتع يتقبله الطفل. وكمان اتكلمنا عن حساسية الطعام وإزاي ممكن أكتشفها، وإزاي أقدر إن أنا أحمي نفسي من أي تفاقم لأعراض حساسية الطعام. اتكلمنا كمان عن القيمة الغذائية لعدد كبير جدا جدا من العناصر الغذائية اللي استخدمناها في الوصفات في فيديوهاتنا. الفيديوهات دي وأكتر هتلاقوها موجودة عندي على الصفحة. أتمنى تدعموني باشتراك في القناة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم بمناسبة دخول البرد ومناسبة الفيديو بتاعنا النهاردة عن العدس. هنتكلم عن 8 خطوات مهمة جدا جدا للوقاية من نزلات البرد في فصل الشتاء. لو اتبعتهم ان شاء الله معدل نزلات البرد هيكون اقل بكتير جدا. اول نقطة عندي تناول الكثير من الفاكهة والخضروات ذات الالوان الزاهية. الخضروات يا جماعة زي البطاطا والقرع والبنجر. الفاكهة كمان اللي لونها برتقالي واللي لونها احمر زي البرتقال، المانجا، المشمش، البطيخ. كل الانواع ديت من الفاكهه والخضروات اللي الوانها بتكون زاهيه بتحتوي على ماده اسمها بيتا كاروتين. الماده ديت هي مصدر مهم جدا لفيتامين اي في الجسم، وفيتامين اي مهم تقويه جهاز المناعه بتاع الجهاز التنفسي، الانف والرئتين. وطبعا دي حاجه مهمه جدا لمقاومه نزلات البرد. تاني حاجه نضيف توم وبصل لاطباقنا. التوم والبصل يا جماعه بيحتوي على زيوت قوية جدا. الزيوت دي لها تأثير مضاد للبكتيريا، وكمان بتساعد في الحماية من الالتهابات البكتيرية والفيروسية اللي ممكن تصيب الجهاز التنفسي. رقم 3 العسل. العسل يا جماعة مهم جدا 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 لأنه مضاد قوي للبكتيريا ومضاد قوي للفيروسات، واتعمل عليه دراسات في جامعة اكسفورد وتأكدوا ان هو بيساعد في تخفيف نزلات البرد والوقاية منها وتخفيف كمان الكحة. لو عملت كوباية ليمون بالعسل وشربتها مرتين في اليوم مهمة جدا جدا في رفع جهاز المناعة. هجيب كوبايه ميه، ما تكونش ميه مغليه، تكون ميه دافيه، لان الانزيمات المفيده اللي موجوده جوه العسل بتتكسر عندي درجه حراره 120 مئويه. فالميه تكون دافيه، واحط معلقه او معلقه صغيره من العسل في الميه واتاكد انها دابت كويس، وبعدين هعصر عليها نص ليمونه. مرتين في اليوم يا جماعه خلال فصل الشتاء مناعه قويه جدا جدا للجسم. تالت حاجه بقى اتاكد ان انا بحصل على كميه كافيه من فيتامين سي في الاكل بتاعي. فيتامين سي يا جماعه بيمتلك قوه خارقه في مكافحه نزلات البرد، وبيساعد على دعم جهاز المناعه بشكل فعال جدا جدا. ناكل كميه فاكهه وخضروات كتيره بتدينا فيتامين سي. زي ايه مثلا؟ عندي الخضروات الورقيه، عندي زي السلق والسبانخ، عندي الخضروات الخضراء الداكنه زي الفلفل والبروكلي والبسلة، عندي كمان فاكهة زي الكيوي والفواكه الحمضية. كل دول بيحتوي على كميات كبيرة من فيتامين سي. رقم 5 بقى كمان احصل على كمية كافية من فيتامين دي. فيتامين دي طبعا يا جماعة موجود في الاكل بكميات قليلة، يعني ممكن نلاقيه في الاسماك الدهنية زي السلمون والماكريل، ممكن نلاقيه في البيض والمشروم والحليب. بس افضل مصدر احصل منه على فيتامين دي هو التعرض بشكل كافي لاشعة الشمس الصبح بدري ووقت الغروب. دول اكتر وقت بيكون فيه اشعة الشمس مش ضارة، لان الناس اللي عندهم نقص في فيتامين دي بيكونوا عرضة بشكل اكبر للاصابة بالعدوى. رقم 6 تناول الحبوب الكاملة. ان انا اخلي الاكل بتاعي فيه حبوب كامله زي الشوفان، زي القمح الحبه الكامله، زي الشعير. الحاجات دي كلها بتساعد الجسم يحس بالشبع فترات طويله، وده طبعا احنا محتاجينه جدا في فصل الشتاء لاننا بنحس دايما ان احنا جعانين وعايزين ناكل على طول. وكمان بتدعم وظيفة الخلايا المناعية في الجسم. رقم 7 مهم جدا طبعا يا جماعة، نغسل ايدينا باستمرار، نخلي بالنا من عاداتنا الصحية، ما نخليش ايدينا تلمس وشنا خصوصا انف والفم، لان طبعا ده هينقل البكتيريا والجراثيم وهيخلينا طبعا عرضة بشكل اكبر للاصابة بالعدوى. نعقم الحاجات اللي بنمسكها بشكل مستمر واحنا بره زي التليفون مثلا او لابتوب. اخر حاجة ونقطة مهمة جدا يا جماعة، كن نشيط.
يعني خليك دايما لو في مشوار ممكن تروحوا ماشي، ليه لا؟ لو كل يوم نص ساعة ماشي في جو يكون مشمس طبعا دي حاجة كويسة جدا. الجسم النشيط واللي بيحصل على قدر كافي من الرياضة بيكون جهاز المناعة عنده أقوى طبعا، وبيحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء اللي هي مسؤولة عن الدفاع عن الجسم. وبكده خلصت نصايحنا النهاردة للوقاية من أمراض البرد والإنفلونزا. دمتم بصحة جيدة دائما يا رب. كانت معكم دكتور سارة عبد العاطي. ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.